كأن مخي وقف. بصيت قدامي، لقيت نفسي واقف قدام مقابر قديمة، مكان ضلمة، مفيش أي حد حوالينا. لقيت فجأة ببطء البنت فتحت الباب ونزلت، مشت بخطوات بطيئة ناحية مقبرة من المقابر. ولما وقفت عند القبر ده بصت لي بنظرة خلت الدم يتجمد في عروقي، وقالت لي: حصل، بس انت لسه ما مشيتش. فجأة حسيت بأبواب التاكسي بتتقفل لوحدها، كأن في إيدين خفية مسكاني وبتشدني جوه العربية. حاولت أصرخ بس الصوت ما طلعش. حاولت أفتح الباب لكنه كان مقفول بإحكام. العربية بدأت تتحرك لوحدها بسرعة جنونية. رجعت على الطريق مرة تانية، نفس الطريق، طريق ضلمة، في ضباب بدأ يملى المكان. وفجأة كل حاجة بقت سودة. لما فتحت عيني كنت لسه في التاكسي، بس المكان كان مختلف. طريق الضلمة اختفى، الضباب اللي كان حواليا بدأ يخف، لكن اللي شفته خلاني أحس برعب عمري ما حسيت بيه قبل كده. كنت في نفس المكان اللي شفت البنت فيه، قدام العمود، عمود النور المكسور. العربية كانت واقفة بالظبط زي ما كانت أول ما شفت البنت، كأن ولا في أي حاجة حصلت. قلبي كان بيدق بسرعة. خرجت من التاكسي بسرعة وفضلت ألف حوالين العربية. مفيش أي أثر للبنت ولا أي دليل على اللي حصل. كل حاجة كانت طبيعية، كأن كل ده كان مجرد كابوس. بس قبل ما أركب تاني أحاول أهدي نفسي، حسيت بحاجة باردة على كتفي، كأن حد لمسني. التفت بسرعة واتفاجئت، لقيتها هي تاني وبتقول لي: هتوصلني تاني قريب.